لكن مش بنسمع أو بنشوف اللي ربنا عاوزنا نشوفه في الإنجيل. احنا بنقراه لكن مش كتير مننا اللي بيستقبل الفكر بالظبط. زي اليهود اتقال عليهم ايه؟ لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، آذان يسمعون. عشان كده اتقال علينا احنا العكس، يا بخت عينيكم طوبى لعيونكم لأنها تبصر. يعني الكنيسة متصورة أن كل مرة يتقري الإنجيل أنت ترى عجائب. الحقيقة احنا بيتقري الإنجيل وإحنا نايمين، لا مش شايفين حاجة، عادي مستنين الفقرة اللي بعدها. يعني الإنجيل خلص يلا على الصلح بقى خلينا نروح يعني. فأنت في الحقيقة في وادي تاني خالص. ده في وقت الإنجيل ده المفروض تنزل القشور، يحصل كده عينيك تلمع كده وكأنك اكتشفت اكتشاف أول مرة تشوفه. وده اللي المفروض الإنجيل بيعمله. ده أنت لو بتصلي كويس ولو أنت منتبه للعظمة اللي فيها كلمة ربنا، لأن كلمة ربنا بتفتح العين. ما هو بولس اتفتحت عينه على حقيقة ما كان شايف أن يسوع هو الكائن، هو يهوه، هو ربنا اللي كان بيعبده بس فاكره واحد تاني. يبقى هنا يا رب افتح عيني عشان كل مرة أقرأ الإنجيل تنزل قشور من عينيا واشوف بالظبط عاوز مني ايه، او اسمع بالظبط الرسالة الخاصة بيا، او اشوف الدنيا بطريقة جديدة. كل مرة بتقرأ الإنجيل زي قطرة. عشان كده في رؤية 3 الحالة اللي كنا بنقولها دي قال له كحل عينيك بكحل لكي تبصر. يعني حط القطرة في عينيك 3 مرات في اليوم عشان تتفتح. تسألوا الآباء ايه كحل العين؟ معناها ايه الإنجيل؟ قالوا كده كلهم. يعني اقرأ الإنجيل كويس وبذمة عشان عينيك فيها مرض ما انتش شايف. عندنا مشكلة ان احنا كلنا بنقرأ الإنجيل بس بنقرأ زي الجرايد، بنقرأ زي المعلومات، مش بنقرأ زي ما الكنيسة او القديسين كانوا بيقروا. الآباء كانوا كل آية غالية عليهم، ما يسيبوهاش بالسهل. كل آية، كل كلمة تخرج من فم الله هي دي اللي تدي الحياة، تدي الشفاء. فتبقى وجدت كلام ربنا كمن وجد غنائم كتيرة، فرحان بالآية مش عاوز تسيبها. وطول ما انت بتفكر فيها وبتهز فيها عينيك عمالة تتفتح. يبقى انت بتشوف ربنا من كتر قرايتك او تأملك او فهمك او شبعك بكلمة ربنا. يبقى المشكلة عندنا يا جماعة، احنا عندنا اناجيل. على فكرة اللي قبلينا ما كانش عندهم اناجيل في بيوتهم، ما كانش عندهم. احنا عندنا بدل الانجيل كذا نسخ، لكن احنا مش عاملين مجهود كبير عشان عينينا تتفتح. طبعا مش كفايه انك تعرف او تقرا او حتى تفهم، لا هي كمان اللي يخلي العين تتفتح بجد انك تبتدي تنفذ. أغسطينوس له معنى جميل قوي، مقولة مشهورة زي اللي ابتدينا بيها اليوم النهاردة. يقول ايه؟ يقول وراء كل وصية مسيح مختفي، حين تنفذ الوصية ترى المسيح. وراء كل وصية المسيح مستخبي. عاوز تشوفه؟ نفذ الوصية. بص شوف لو حبيت عدوك هتحصل ايه، هتشوف ربنا. بص شوف لو اديت كل اللي عندك هيحصل ايه، هتشوف ربنا. بص شوف لو قضيت يوم تشكر طول اليوم هتشوف ربنا. هتشوفه بدرجاتها. احسن واحد يقول لي ما حصليش رؤية ولا حاجة، وانت لو جالك رؤية هيجي انفجار بعدها، يحصل لك مصيبة مش قدها، لكن هتحس انك شفت اللي ما شفتوش قبل كده. تاني حاجة انر عيني عشان اشوف خطاياي. حكاية مشهورة في البستان، يبدو كان معروف انه أنبا بشوي وأنبا بخوميوس وأبو مقار كانوا الناس الكبار دول كانوا بيشوفوا المسيح. فراحوا الواحد فيهم سألوه، قالوا له عاوزين نشوف المسيح برضه، اشمعنى انت يعني؟ فواحد منهم جاوب إجابة جميلة قوي، قال له يا ابني ليس هناك أفضل من أن ترى خطاياك، لأنك إن رأيت خطاياك الآن سترى المسيح إلى الأبد. يعني إيه؟ قال له ما تهمكش قوي تشوف المسيح بعينيك هنا، لأنه ليها وعليها. يعني أنا دايما أخوف نفسي وأقول سليمان شاف المسيح بعينيه بس عبد أوثان على آخر أيامه، مش عارف عملها إزاي،
سليمان شاف المسيح بعينيه مرتين، مكتوب في الإنجيل كده، جاله المسيح مرتين، مرة في الليلة اللي قاعد يطلب الحكمة، ومرة في الليلة اللي دشن الهيكل. رأى الرب. ازاي يا سليمان عبدت أوثان بعد كده؟ ده لولا رحمة ربنا كنت هلكت. يبقى واضح انه رؤية المسيح بعينيك مش ضمان انك هتوصل للسماء. يهوذا شاف المسيح كل يوم وهلك، لكن اللي بيفضل شايف خطاياه فعايش توبة لن يهلك. فهمتوا الفكرة؟ فالحكمة اللي قالها أبونا دي انه يا ابني انشغل بالاكتر، تشوف خطيتك هتخليك دايما في حالة توبة كده، هتشوف المسيح على طول بعدين. دي كده ايه، ما تقلقش عليه، هتفضل وشك في وشه الى الابد. لكن هنا ليس افضل من ان ترى خطاياك. معناها ايه؟ محتاجين نفحص نفسنا كل شوية. في اللحظة اللي احبائي الواحد بينسى يشوف خطيته، على طول عينيه بتتفتح على ايه؟ على خطايا الناس. ودي مصيبة المصايب. لو انت نسيت انك كسلان بتتهم الناس بالكسل، ولو انت نسيت انك مادي بتتهم الناس بالمادية، ولو انت مخدتش بالك انك انت مليان كبرياء بتبص للناس بتشوفهم متكبرين، فتعميت خالص بقى. واول ما بتشوف نفسك معيوب ما بتشوفش ان اخوك وحش، فبتبقى انت ابتديت تخف اهو. يبقى فحص النفس بيخليك تراقب حتى دوافعك. يعني ايه؟ هو ايه اللي بيخليك تتعصب؟ متنخور جوه وتشوف. انت بتتعصب لانك بتحب الفلوس، انت بتتعصب لان كرامتك كبيرة قوي، انت بتتعصب لانك مش بتحب الناس. طب ما هو في حتة لازم تكتشفها، اعرف العيب، بص بالميكروسكوب جوه مش بره، لانه ده افيد حاجة في شفاء العين انك تشوف اللي جواك. طبعا راقب عقلك وقلبك. سهل قوي تمسك تصرفاتك من بره، اغلبكم والحمد لله تصرفاتكم ايه؟ شيك، واخدين بالكم بقدر الامكان عشان برضو ناس متحضرين وحلوين. بس اللي محدش شايفه بقى ايه؟ دماغك وقلبك. طب ما ده اللي عاوز يتشاف. أنر عيني لأرى ما يدور في داخلي من فساد من خطايا. طيب ثالث نقطة، نور عيني يا رب عشان أشوف اللي حواليا. وهو اللي حواليك دول محتاجين يعني معجزة؟ لا، ما انت حواليك نوعين، نوع من النوع ده اللي ملون ده، ونوع تاني انت مش شايف.